السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما كان متوقع، الكبسة قصاد الطعمية. قرعة كأس العالم للأندية اتعملت امبارح، والأهلي المصري بطل أفريقيا وقع في مقابلة الفايز من أوكلاند سيتي واتحاد جدة، وغالبا أوكلاند سيتي بيخرج من بدري، فبنسبة كبيرة الأهلي هيلاعب اتحاد جدة بطل الدوري السعودي السنة اللي فاتت وممثل السعودية في كأس العالم للأندية. ماتش مهم، ماتش قوي، ماتش كبير. وانا بقول هنا لاخواتنا الكبسويه والاتحادويه والكلام ده، ولا هيمشي كده كده، ولا هيمشي لمكه، ولا هيروح جده. ماشي جدة ماشي جدة ماشي جدة ماشي جدة. في الاخر الاهلي هيكسب وهيحط عليكم وهيكسبكم مينيمم 3-4. تعالوا لنا بقى من غير كريم بنزيما، تعالوا لنا من غير كانتي، تعالوا لنا من غير فابينيو، خلوا حمد الله يقعد على الدكه وهنوريكم نعمل فيكم ايه. في الاخر الاهلي ما بيعتمدش حد. ولا تقول لي عندي نونو ولا تقول لي عندي توتو، انا عندي الكبير، عندي كولر. انا جاي لكم بسكواد على راسه صلاح محسن. انتوا ما تعرفوش صلاح محسن، عليه واحده سي ولا كريستيانو رونالدو. الموضوع خلصان. الاهلي قصاد الاتحاد، الموضوع خلصان. ميعادنا في كاس العالم للانديه في شهر 12، وفعلا هتزعلوا كوره وهتزعلوا كل حاجه. انا بتحدى من دلوقتي الموضوع هيخلص ويخلص بكل سهوله، كأننا بنشرب كوبايه ميه. طبعا مع احترامي لاخواتي الكبسويه كلهم، بس الطعميه تقيله على القلب. الاهلي غير، الاهلي مختلف. هتجولنا في الماتش ده وهنزعلكوا وهنشيلكوا وهتروحوا، انا اسف يعني، هتروحوا وبعد كده تقعدوا تشجعونا في بقيه البطوله، واحنا من دلوقتي بنفكر هنلبس ايه قدام مانشستر سيتي. بس كده في النهائي. انا من هنا بقول لكم احذروا عشان الموضوع مش سهل. بس كده، شكرا ليكم، والسلام عليكم. ماشي جدة ماشي جدة ماشي جدة ماشي جدة ماشي جدة